السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة ونبني البكرة. والبناء مهم جدا في حياة الإنسان. البناء الجسدي أقوى وأهم من البناء العقلي، ودايما بنقول الجسم السليم في العقل السليم. عشان نعرف ازاي ان احنا نبني جسمنا بطريقة سليمة وازاي نتعامل مع أنفسنا ومع أولادنا بطريقة سليمة. معنا تليفونيا الأستاذ الدكتور السيد عطية، استشاري العلاج الطبيعي والتأهيل. أهلا بيك يا دكتور السيد. اهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك ومنورنا في برنامجنا نبني البكرة. بداية عايزين نتكلم على السلوكيات التي يجب أن نتبعها لبناء الجسم السليم. يعني مثلا الطلبة في المدارس، ازاي نعلم ابننا ان هو يقعد في الفصل وبيقعد فترات كبيرة جدا لساعات متصلة بس بطريقة سليمة، ازاي يتحرك بطريقة سليمة، شنطة المدرسة، ونتدرج بالسن حتى الشباب والكبار في السن، ونصايح حضرتك في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سعيد بوجودي مع حضرتك وتحياتي لكل الساده المستمعين، وبستغل الفرصه دي بس كده ان احنا لحاجه خارج الموضوع، بس بدأ كده كل اهالينا في غزه بالسلامه والنصر ان شاء الله باذن الله رب العالمين. وهنخش في الموضوع بنقول ان زي ما حضرتك قلت كده ان العقل السليم في الجسم السليم. احنا لو احنا عايزين نبني اصل البناء هو القواعد بتاعته، فاحنا لازم نحط قواعد سليمه عشان نقدر نعمل مبنى يرتفع لادوار ويستمر الاعمار. يعني احنا عايزين يبقى المبنى كبير ويكمل معانا. طبعا. فبالتالي لازم نبدا بجسم السليم. الجسم السليم مقوماته حاجات كتيره جدا جدا، من اول الولاده نفسها، فمن اول شيء مبادئ التغذيه، التطور الحركي، العقلي، تنميه المهارات. فكل دي اسس من اسس المبادئ اللي احنا بنبني بيها جسم الطفل اللي عندنا نتدرج زي ما حضرتك قلت ان احنا نوصل لعند الرجوله الكامله بالنسبه لنا. فاول شيء في الانسان بنتكلم على موضوع اسس التغذيه السليمه. لازم الطفل من اول يوم نبدا نعلمه ونبدا نشتغل معاه على ان احنا نوفر له كل العناصر الغذائيه اللازمه، مش اللي بيحبها بس. يعني احنا الفكره ازاي احنا عندنا مشكله، الولد ما بيحبش اللبن، الولد ما بيحبش، هو نازل من بطن ماما بيحب كل حاجه. احنا بسلوكياتنا اللي وجهناه في اتجاه انه يكمل في حب ده او ان هو يكره ده. عودناه ان دايما نشربه ميه بسكر فبالتالي كره الميه الطبيعيه، عودناه انه ياخد العصاير فبالتالي كره الفاكهه. فده نموذج من نماذج التغذيه السليمه او ما شابه. فبالتالي لازم نعود الطفل بتاعنا انه يبدا ياخد كل العناصر الغذائيه المتكامله. ده فيما يخص يعني تعريف كده على الجزء الخاص فيما يخص موضوع التغذيه. بنكمل معاه بقى حسب مراحل تطور النمو بتاعه. التغذيه بتاعته بتختلف من اول الرضاعه الطبيعيه لعند ما يتدرج لبدايه ياكل امتى ويبدا ياكل ايه، والتنوع وعدد الوجبات اللي بياخدها. طبعا كل بند من اللي احنا بنتكلم فيه بيبقى محتاج ان احنا نفرض له حلقات، ولكن اختصارا للموضوع ان احنا بنقول ان التغذيه السليمه هي اللي بتوصل الانسان انه يقدر بعد كده يبقى حركيا اكثر، ويبقى تطور العقلي وتطور الذهني وتطور السلوكي كمان بعد كده بيبقى مرتبط بموضوع التغذيه. هنتنقل مرحله معينه دلوقتي، ان احنا دلوقتي بقت ثقافه الكيجي 1 والكيجي 2، يخش الطفل الحضانه ويخش بعد كده المدرسه. بقى الاطفال بنحط عليهم ستريس عالي جدا جدا من وقت صغير. زمان كنا بنبدا الدراسه في سن 6 سنين فما بنعرفش اي حاجه الف ب بنبداها في 6 سنين. احنا دلوقتي بنبدا من سنه اولى او مش سنه اولى، يعني بعد سنتين الطفل بتاعنا عايزين يتكلم انجليزي وعايزين يعمل كل حاجه ويعرف كل حاجه. فبالتالي لازم نوفر له اللي يساعده على ده. يعني مع التطور التكنولوجي اللي موجود والتطور المعرفي واتاحه المعلومات والثوره المعلوماتيه اللي موجوده، كل ده بيخلينا نبدا نكون مركزين شويه. فبالتالي الطفل لازم يتعلم من البدايه ان احنا نبدا نقعده صح، نبدا نغذيه صح، ونبدا نحركه صح. استخدام الوسائل التكنولوجيه زي التليفونات. الطفل وهو لسه عنده سنتين احنا بنمسكه التليفون عشان يرسم، فطول ما هو ماسك التليفون هو موطي رقبته، وهو لسه رقبته في مرحله النمو، عضلات رقبته يتحط عليها ستريس. فنفاجئ ان احنا كاستشاريين او خاصين فيما يخص في مجال
مجال العلاج الطبيعي ولد عنده 10 سنين وبيعاني من خشونه في الفقرات، مش لازم تكون كلمه الخشونه بمعناها المفهوم عند الناس، بس من الام، بلاش نقول الام بالعضلات والام في الفقرات. هو كده هو بدا من البدايه خالص بدا يخش بشكل بتنادي على الوقت طبعا، غير بقى اطياف التوحد وما شابه، اللي هو كل شيء له ايجابيات وله سلبيات. التكنولوجيا الحديثه لازم نستغلها صح. حتى وضع شيل الطفل الرضيع من البدايه يبقى وضع مناسب ان انا حافظ على العمود الفقري بتاعه لاحقا. يعني احنا الامور بتتكلمي في كل اتجاه في ما بين ان انا ازاي الام تشيل ابنها، ازاي الام ترضع ابنها، وضع الرضاعه بالنسبه لها ممكن يكون عامل ازاي، السلوكيات بتاعه الطفل في استخدام التكنولوجيا الحديثه. وضع الرضاعه بيأثر مستقبليا على نمو الطفل؟ طبعا احنا عندنا اكيد وانا بشيل الطفل وهو في وضع بنسميه وضع الجنيني خلاص، وانا حاطاه في وضع معين بوزيشن معين ممكن توقف عضلات الرقبه او ما شابه. فبالتالي كل كل سلوك احنا بنعمله هو احنا اللي بنطبع. الانسان الطفل مولود على فطره زي ما بيقول، انت اللي بتعملي بروجرامنج او بتعملي طباعه لسلوك معين او حركه معينه او بوزيشن معين في المخ بيألفه وما بيعرفش يصلحه بعد كده وبنعاني منه. خلاص زي ما قلت للست كده، الناس الطفل خلينا نقول حته في موضوع التغذيه، الطفل تيجي الام تقول لي الولد ما بياكلش ايه، مش بيحب البيض مش بيحب كذا. طب يا ست الكل هو اصلا بطنه مليانه حاجات ثانيه، انت مدياله سناكس ومدياله مش عارف ايه وبياكل من الدكان وبيعمل من كذا وبيعمل من كذا، فلما تيجي تديله المفيد هو مش لاقي مكان في بطنه ياخد، وحضرتك تتعصبي عليه وتضربيه وتعملي له ومصره انك تديله اللبن. لا بس دكتور السيد، يعني في بعض الاطفال يعني في حاجه معينه بيبقى داخليا هو مش متقبلها. يعني نعمل احنا حضرتك ايه؟ بص سيادتك، انا زي ما انت لسه كنت بقول لسيادتك، هو احنا اتعودنا ان الطفل لازم يشرب كوبايه اللبن في صورتها البيضاء، فالطفل بقى عنده فوبيا منها. طب لو انا عملتها له زبادي فهو خد اللبن، لو انا حطيت اللبن في احنا عندنا في الفلاحين بيقولوا عليه رز معمر او بيسموه مش عارف بيسموا ايه، او حطينا على اللبن فراوله مثلا، او حطينا على اللبن او بحث، يعني المهم خدنا الفايده بطريقه مختلفه. احنا هو ده الفكره كلها، هو طفل ما بيعانيش ولا حاجه، انت وصلي للتارجت بتاعك بطريقه مختلفه. فالقصد كله ان احنا عايزين نبدا نتعامل مع اطفالنا. يعني عارف يا دكتور، يعني انا فاكره الحادثه دي مش حادثه، موقف لحد دلوقتي، انا ما كنتش بحب عصير الجزر، وكان بابا وماما عشان عارفين عليه ان هو فوائد لازم اشرب كوبايه عصير الجزر. طلع عندي حضرتك كره حاجه كده، يمكن كره ثمره الجزر نفسها مش عصير الجزر بس. خلاص هو احنا اللي بنحضر العصير يا سيدي، احنا اللي بنحضر العصير واحنا اللي بيبقى علينا ان احنا نصرف. ففيما يخص موضوع التغذيه ان احنا محتاجين ان احنا نبقى ماشيين بتدرج مع الاطفال، بنعمل موائمات مع الاطفال والكبار كذلك. لما نيجي نختار ان انا الوجبه اللي هياخدها الطفل في المدرسه، الوجبه اللي هياخدها المتدرب قبل التمرين، الوجبه اللي هياخدها الراجل اللي بيشتغل بهارد وركر او بيشتغل بمشقه، كل ده محتاج يتعمل له برنامج تغذيه يتناسب مع الافورت ومع المجهود اللي هو بيزداد. فاحنا خلينا نتكلم عشان نغطي فئه معينه فيما يخص، خلينا نمشي في اتجاه موضوع الاطفال والسن الصغير اللي هو اقل من 10 او 12 سنه. هنيجي نقول ان الطفل وهو بيبدا يمشي يروح الدروس او يرجع من الدروس وشايل شنطه على ظهره فيها 5 6 كتب، لانه هيطلع من الدرس من المجموعه دي هيخش على المجموعه دي. كلنا من الناس اللي بتعمل برايفت، خلينا نقول اللي بتنقل على من مجموعه لمجموعه ومن درس لدرس، وهو اصلا ما كانش كويس الصبح وشايل شنطه قد كده على ظهره وما بيتعرضش طبعا للشمس في ظل طبعا التكييفات والغرف المغلقه والكلام ده. وبالتالي انا اصلا حطيت افورت عالي جدا او مجهود عالي جدا جدا على العضلات وعلى المفاصل وعلى العمود الفقري، وهو اصلا ما زال في مرحله النمو. فنعاني بعد كده نلاقي الطفل بيشتكي من رجليه من تحت بتوجعه ولا حتى من الظهر بيوجعه، وبنبقى احيانا متخيلين ازاي بقى يا دكتور في الموضوع. اولا فيتامين د مهم جدا جدا جدا، سواء بالتعرض المباشر للشمس او باستخدام بالتنسيق مع اطباء الاطفال واطباء التغذيه الكومبلمنتري او الحاجات المكملات اللي ممكن تعوض ده، وان كان لا شيء يعادل اشعه الشمس في الفتره الزمنيه ساعه من الساعه 6 الصبح للساعه 7:30 او ما شابه.
لازم الطفل ياخد كفايته من النوم بشكل كويس جدا جدا. وطبعا مع استخدام التكنولوجيا والكلام كده، الناس اللي بتقلب ليلها نهار ونهارها ليل، اللي هو نايم بعد الفجر ويصحى الساعه 12، كل ده بتروح منه كل الفوائد دي. الشنطه بتاعت الطفل لازم تتحط فيها الحاجه المهمه بس، الطفل بيلبس الشنطه وتبقى نازله عند ظهره من تحت فعامله لود عالي، او ممكن اخلي الشنطه تبقى استخدة او تبقى لازقه في ظهره، ما يبقاش وزنها كبير، ياخد المهم بس. ممكن نتغلب على الكتب اذا كان متاح التكنولوجيا، والكتاب الصغير يبقى موجود مع الطفل يبدا عليه كتب تبقى سوفت وير او ما شابه. كل دي طرق وسائل يعني بنعمل فيها موائمات ان هو اوريدي هيروح الدرس وغصب عنه لازم يروح المجموعه، مش هقدر ان انا اجيب له برايفت في البيت او كلام زي كده. فبالتالي ان انا اقويه، يبقى انا هقويه تغذويا، هياكل كويس، فبالتالي عضلاته ونموه هيبقى احسن، يقدر يتحمل المجهود، هنديله العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها، هنصلح له ما يشيلش اوزان ثقيله. والحاجه الوزن اللي هو شايله يبقى قريب من جسمه، كل ما بيكون قريب من جسمه كل ما بيكون العزم بتاع الوزن اللي هو شايله يكون اخف شويه على عضلات ظهره. مراعاه المواعيد بتاعه المجموعات قدر المستطاع تبقى متباعده بقدر المستطاع، بحيث يبقى في قدر من الراحه. الطفل بيجري ونشوف اولادنا في الشوارع ما بين الساعه للساعه ل10 دقائق، المجموعه دي خلصت، المجموعه دي هتبدا. خلينا نقول ان الدروس الخصوصيه امر واقع في مجموعه، الاطفال بتجري في الشوارع مش لاحق حتى يشرب كوبايه العصير او حتى او العصير اللي حضرتك مديه له. فكل دي محتاجه ان احنا نمانج اليوم بتاع الطفل بتاعنا، ونبقى عارفين ان التعليم مهم والصحه كمان مهمه. انتوا عارفين ان التعليم والصحه مهمين، والراحه الجسديه بتبقى مهمه. لازم نلاحظ ان اطفالنا، وده بنعانيه، الناس بتوع الثانويه العامه والناس بتوع الشهادات تحديدا، كم التقوس اللي حاصل في العمود الفقري، وكم الام العضلات، وكم التنشنه والتوتر العضلي والعصبي اللي الاطفال او الاولاد في السن ده بيعاني منه، هو جاي نتيجه سوء التغذيه، جاي نتيجه العادات الخطا من خلال المذاكره، من خلال الوضع البوزيشن اللي هو نصيحه حضرتك بقى، انا دلوقتي راح المدرسه وقاعد في الفصل، يعني ان نعلمه طريقه حلوه يقعد بيها في الفصل عشان يبقى العمود الفقري في استقامه، او طريقه كويسه للجلوس. اول حاجه ان انا الديسك بتاعي لازم يبقى مناسب، لازم الطفل او التلميذ يبقى قاعد في الفصل ظهره يبقى مستقيم وفول سبورت، يعني لازم يبقى مستند الى العمود الفقري، يعني ظهره يبقى مسنود على الديسك، تمام؟ ده لازم يبقى مسنود على الديسك، ما يقعدش نص مايل او ما شابه، تمام؟ ده جزء. الجزء الثاني لازم يبقى فيه المسافه، اذا كان الديسك منفصل عن السيت بتاعه او عن المقعد بتاعه، لازم يبقوا قريبين من بعض بحيث تحقق عمليه الاستقامه. ايديه بتبقى قاعد يبقى سبورتد على الديسك اللي موجود قدامه، بحيث ايديه ما تبقاش عامله وزن وعامله لود. تغيير الوضع كل فتره ما بين كل حصه وحصه، بننصح الطفل او التلميذ ان هو يبدا يغير الوضع بتاعه بحيث ما يقعدش ستريس فتره طويله على بوزيشن واحد. يفضل طبعا ان كل الطفل او التلميذ يبقى مواجه للبورد، يبقى شايف السبوره بشكل مباشر، ما يبقاش قاعد بزاويه. طبعا مع التكدس اللي بيبقى موجود في الاعداد في بعض الاحيان الطفل ممكن يبقى قاعد بزاويه معينه، باصص بزاويه معينه او ما شابه. كل دي امور بتعمل عمليه لود على الفقرات او لود على العضلات. بعض الاحيان بندي نصايح في بعض المدارس ان احنا طبعا خلاص الطفل اللي دخل من اول يوم في الدراسه قاعد في الديسك الاولاني، فهو خلاص حاجه في المكان ده، بنعمل عمليه روتيشن للبوزيشن بتاع الاطفال. يعني اللي قاعد النهارده في الديسك الاولاني مواجه للبورد، ممكن بكره او بعد اسبوع او بعد شهر نعمل تغيير بحيث اللي كان قاعد ورا وكان حاطط ستريس باستمرار ياخد الفرصه ان هو يقعد بالشكل ده. كل دي عمليه موائمات طبعا تتناسب. خلينا نتكلم على الوضع القائم. الوضع القائم بالنسبه لنا ان احنا عندنا كثافه عاليه في الفصل، الوضع القائم ان البوزيشن بتاع الديسك ثابت، الوضع القائم ان هو بالشكل ده. الحاجه المهمه الثانيه زي ما قلت لسيادتك الفتره بتاعه الحصه نفسها، احنا ما نخليش الحصه تبقى طويله قدر المستطاع. يعني الحصه ما تتجاوزش بوزيشن في وقت واحد ما بين 30 ل 45 دقيقه حد اقصى. انا بعتقد ان بيبقى في ساعات ستريس اعلى من كده، بالذات لما بيكون في اكتيفيتي او يكون في حاجات زي كده. المفترض كمان التعليم اللي بنقول عليه الاكتف تريننج، اللي هو بيبقى فيه نوع من المساهمه والحركه داخل الكلاس او كلام زي كده، بعيد عن التلقي. ده بتمنع ان البوزيشن الثابت، ان الطفل قاعد متلقي، هو قاعد مربع ايديه او حاطط ايديه في صدره وعمال متنح من السبوره فتره طويله. كل الحاجات دي كلها بتحط لود عالي جدا جدا على الاطفال، وبالذات موضوع النظر والكلام ده. الاطفال ضعيف النظر على سبيل المثال، ده لازم يكون قريب من السبوره عشان ما يقدرش يبذل مجهود على عضلات الرقبه عشان يركز قوي عشان يشوف.
الحاجات دي لازم تتراعى، زي ما انا براعيه ان انا اقعده قدام واحطه في زاويه بحيث ما يبذلش مجهود عالي حضرتك عشان تركزي تقري خطاب او رساله على الموبايل. البونت بتاعها مش كبير، بتحتاج تديني مجهود بعينيكي وبعضلات رقبتك عشان تقدري تشوفي. فده مع الوقت بيخلينا نحس، عشان كده بيخلينا نحس ان في وجع في عضلات رقبتي، انا بسميه مغص الرقبه. مغص الرقبه يعني ايه؟ ان هو الم مش باين، انا لا شلت حاجه تقيله ولا عملت حاجه تقيله، هو يا ماما بس انا بحس ان في حته هنا بتوجعني مانيش عارفه ليه، حته هنا بتوجعني مانيش عارفه ليه. ده بيبقى حاجات اسمه مجهود خفي ما احناش حاسين بيه، ما اتخبطش. طيب في الحاله دي الام والاب يعملوا ايه لو في شكوى من الاطفال؟ والله الفحص يعني بلاش ناخد دايما ان احنا دايما بنحب نبسط الامور. اول ما الطفل يشتكي لازم ناخد شكوته على محمل الجد. لازم نفترض ان في مشكله، دايما نفترض ان في مشكله في حين يثبت العكس. ما تفترضيش ان هو سليم لعند ما يثبت العكس. خلاص؟ انت من خلال اما من خلال الاستشارات اللي ممكن بتكون متاحه كتير جدا اونلاين وكلام زي كده، او من خلال عرض على طبيب الاطفال او عرض على اخصائي العظام او الاخصائيين العلاج الطبيعي او ما شابه. خدي شكوى ابن حضرتك على محمل الجد مثلا، يعني يا مامي بطني بتوجعني. خلاص يا حبيبي مع شويه وهترتاح، اشرب حاجه سخنه وهترتاح. لا انا بطني بتوجعني دي لو الشكوى متكرره، وخاصه لو الشكوى متكرره يا استاذ شريف. لازم اخد الموضوع على محمل الجد، لان احنا بنفاجئ بعد شويه. تصدق يا دكتور ده هو لما اكتشف ان في مشكله، ده الولد بقى له 6 شهور بيقول لي ان انا رقبتي بتوجعني، ده الولد بيشتكي من رجلين التحت دي بقى له فتره طويله. حتى لو جه قال لي يا ماما ان الشوز ضاغط على رجليا شويه، او انا حاسس ان رجليا من يوم لبست الشوز الجديد ده وجعني شويه، يا حبيبي هو بكره يوسع وهيريح رجليك. لا لازم اخد الشكوى على محمل الجد. يعني بانتباه شويه الشكاوي اولادنا، لان هو ما بيعرفش يوصلها بالشكل، هو كل اللي بيوصلها بالاعراض بتاعتها، ما بيوصلهاش بالشكل الطبي. فلازم معلش حضرتك لو رحت فحصت وطلع الطفل سليم، معلش ممكن تكون خسرت بعض الاموال او بعض الفلوس، ولكن اطمن. طيب انا ممكن اعمل لاولادي بعد سواء الابتدائي او الاعدادي الثانوي هيبقى كبير شويه، اعمل لهم تمارين بعد ما يرجعوا المدرسه او قبل ما ينزلوا المدرسه، حاجه حتى لو مده 3 دقائق. ممتاز طبعا كلام محترم جدا جدا. اللي هو احنا خلينا نقول بوضوح، هو احنا محتاجين نتعلم حاجه اسمها بنقول عليه اللايف ستايل، بنقول عليه الجنرال فيتنس. انا مش مفروض ان انا اروح جيم ولا اعمل كده، انا بس حاجه اسمها تمارين للاطاله، ان انا اقدر بس اعمل عمليه تدليك خفيف كده في منطقه خلف الرقبه على اسفل الظهر من تحت للطفل وهو نازل، وانا بحضنه وبديه البوس اللي بودعه بيها، امسك كده كتاف وامسك رقبته، اعمل عمليه تدليك بسيط جدا جدا جدا. ده ممكن يعمل له عمليه استرخاء في العضلات ساعه ما يرجع وهو جاي رمى الشنطه بتاعته يا حبيبي وانا خدتها منه بعد ما استلمته من الباص او بعد ما طلع دخل الشقه او كلام زي كده، اخبارك ايه النهارده، وابدا اعمل عمليه نفس اللي انا عملته الصبح. اعود الطفل ان اول ما يوصل البيت ممكن ياخد نص دقيقه دقيقتين 3 عامل استرخاء على السرير بتاعه، يقعد مستقر شويه، بيبقى جاي مستعجل وعايز ينزل للدرس فيرمي الشنطه ويخش التويلت الحمام ويقوم خارج بسرعه. لازم اعود الطفل بتاعي يعمل حاجه اسمها لحظات استرخاء، لو ما كانش متاح دقائق استرخاء. لازم يتعود ان اخرج التنشن بتاعه. خلاص ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تتعمل. طبعا ده لا يمنع بقى من ممارسه الرياضه والجنرال، يعني الرياضات اللي زي خلينا نقول ان من افضل الرياضات اللي ممكن يمارسها الاطفال هي السباحه، بحكم انها بتعمل عمليه تحريك ومرونه لكل مفاصل الجسم. وطبعا سيدنا عمر رضي الله عنه كان قال علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، فالمتاح من ده. احنا طبعا مع ضغط الحياه ومع الوقت ومع الدروس ومع الكلاسز ومع ان احنا كلنا عايزين اولادنا يبقوا متفوقين دراسيا، بنهمل معاهم التفوق الرياضي. التفوق الرياضي مش معناه ان انا لازم اكون بمارس رياضه وابقى شامبيون فيها، انا ممكن اكون متفوق حتى فتنس، الجنرال فتنس بتاعي. ودايما يا استاذه شيرين لازم نلاحظ مستويات التنفس بتاعت اولادنا. الولد طالع بينهج النهارده زياده عن اللزوم، الولد النهارده دي حاجات كلها بتاثر عليهم. ادوار البرد والظروف الصحيه العامه اللي بتحصل لاولادنا لازم نحترمها كويس جدا جدا. بمعنى ان انا حسيت ان الطفل النهارده بيكح زياده، لازم ننتبه لده. انتبه لده من خلال الفحص وياخد الكورس المتكامل معاه، لان كلها بتسمع في بعضها. اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالصبر والحمى والطاعه. فالامور زي ما بقول لك كده عايزه بس ان احنا مع الثقافه العامه اللي بدات عندنا مش عايزين يبقى عندنا وسواس، فكل ما ابني يشتكي لازم اعتبر ان احنا قلنا نهتم.
ولكن برضه مش هنبقى مصروفين زياده عن اللزوم وندي ادويه، وخاصه الاجتهاد الشخصي بقى ان احنا ندي ادويه من نفسنا وندي بسط عضلات من نفسنا، ممكن نروح حتى نعمل جلسات علاج، ممكن نروح نعمل جلسات علاج طبيعي من نفسنا او نروح للتمرين. اختيار المدرب الفاهم داخل الجيم او داخل الرياضه او المدرب اللي بيدي. انا بودي، احنا عندنا يا استاذ شيرين في فصل الصيف بعد نهايه الامتحانات بتاعه الصيف بنلاقي ما شاء الله ما شاء الله اقبال رهيب على ممارسه الرياضه، حاجه ايجابيه جدا جدا جدا. وبنلاقي كم من الاصابات مع الاطفال بشكل غريب جدا جدا بسبب ان هم بيروحوا الناس غير مؤهلين للتدريب. كل هدف المدرب هو اي حد كان بيمارس رياضه مثلا خلينا نقول الجمباز، هو مارسها لفتره بقى مدرب جمباز للاسف الشديد. بقى ما فيش تاهيل، ما فيش لياقه بدنيه، ما فيش تجهيز للاولاد ان هم يمارسوا الرياضه. فبنلاحظ اصابات. طبعا الولد بقى له فتره طويله ما بيمارسش رياضه، فجاه بقى فاضي بيتمرن مرتين ثلاثه في اليوم واربع مرات في اليوم او مرتين ثلاثه في الاسبوع، وهو اصلا ما كانش مجهز لده لا على مستوى التغذيه ولا على مستوى الفتنس الرياضي. وغير طبعا بقى هنا في الاجازه في الفراغ الولد ماسك التليفون طول الوقت ومنطوي في الكنبه بتاعه الانتريه قاعد لمده ساعتين ثلاثه، وماما مبسوطه جدا جدا ان الولد مش مالوش صوت الفتره ديت، وانا قاعده في المطبخ بشوف اللي ورايا ومفيش اي ازعاج او مشغوله بالشاتنج مع اي حد او المكالمات. احنا بنتكلم في واقع كلنا لامسينه، احنا مش بنهاجم حد، بس ده الواقع اللي احنا لامسينه كله واللي بنعاني كله من الثمره بتاعته، من المشاكل اللي بتظهر معانا. احنا ما عندناش المستوى البعيد بالظبط كده، ما عندناش استمراريه، لا عندنا استمراريه في ممارسه الرياضه ولا عندنا استمراريه في الاهتمام بالثقافه الصحيه والثقافه التغذويه. ممكن اخد ابني واهتم بيه واكشف عليه واعمل تحليلات وما اكملش العلاج بتاعه، ممكن اروح لدكتور التغذيه كويس جدا جدا يديني المبادئ وما اكملش على الله. احنا شطار قوي في ان احنا نكشف، للاسف الشديد ضعاف جدا في استمراريه استثمار هذا الكشف. يعني انا رحت عملت فحص، ناخد المضاد الحيوي اللي عندي ما الحراره تنزل بقى، وناخد المسكن اللي عندي ما الوجع يروح بقى. الكورس العلاجي او الكورس الرياضي او الكورس التعليمي اسمه كورس بيستمر بيأهلك للمرحله اللي بعد كده. انا لو خدت الابتدائيه بروح بعد الابتدائيه الاعدادي والثانوي اللي هو الكلام ده كده. فنفس الكلام كده لو انا رفعت اللياقه البدنيه شويه فانا ببدا في ممارسه الرياضه. لو انا النهارده بقيت بقعد صح، بص الصح اللي بتاع النهارده هو الصح بتاع بكره. النهارده انتبهنا للطفل وخلينا حضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا، ان احنا بنعود اولادنا على اسلوب الحياه واللايف ستايل لحياتهم بعد كده. انا طبعا خلال هذه الحلقه كان نفسي ان احنا نتكلم على الشباب والكبار في السن، ولكن علم حضرتك غزير جدا. هنستكمل في حلقات اخرى ان شاء الله النصائح للشباب والفتيات ونصائح لكبار السن، مشاكل كثيرة تخص الحياة الاجتماعية ومشاكل كثيرة. الناس بيشتكوا، 3/4 الناس بيشتكوا من ألم في الظهر، ألم في العظام، ألم في الركب، يعني حاجات كثيرة جدا. هنعمل لها سلسلة لقاءات مع حضرتك ونستغل خبرة حضرتك في هذا المجال. إن شاء الله. الأستاذ الدكتور السيد عطية، استشاري العلاج الطبيعي والتأهيل، شكرا لتواجدك معنا في حلقتنا نبني لبكرة، وإن شاء الله لينا لقاءات أخرى بإذن الله. شكرا جدا. شكرا يا فندم. شكرا.